النهارده جايه لكم بوصفه جميله جدا. اوعى بقى وشك، اوعى يا تكاتك وحركاتك يا وصفات المطبخ دايما كده تتاخري علينا وتجيلنا باحلى الوصفات بطريقه جميله وسهله بتاعه المطاعم والمحلات الكبيره. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل الفراخ المشويه على طريقتي وكمان الرز المبهر. يلا بينا على الوصفه والطريقه. وقبل ما تروحوا ما تنسوش صلوا على النبي في الكومنتات وتشجعوني بلايك وشير عشان نكبر ونبقى عيلة كبيرة. ويا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. يلا بينا على المطبخ ونشوف الطريقة الجميلة بتاعتنا دي اتعملت ازاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ ان شاء الله النهاردة جاية لكم بوصفة جديدة من وصفات الحاتي والمطاعم الكبيرة. هتعملي لنا ايه النهاردة يا وصفات؟ هعمل لكم الفراخ المشوية بطريقة الحاتي بطريقة جميلة جدا والخلطة بتاعتها رهيبة، وكمان الرز المبهر بطريقة حلوة جدا. يا رب الوصفة تعجبكم. وما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش في القناة، وتصلوا على النبي في الكومنتات وتفعلوا الجرس وشير ولايك عشان نكبر ونبقى عيلة كبيرة. يلا بينا على الطريقة والوصفة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بجد وحشتوني وحشتوني وحشتوني. بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات على القناة لاني كنت تعبانة شوية، ودلوقتي الحمد لله بقيت احسن من الاول. النهاردة بقى هنعمل الرز بتاع الفراخ المشوية، الرز الاصفر بتاعنا بقى بتاع البهارات والحركات بتاعتنا دي، وكمان هنشوي الوراك بطريقة جميلة جدا وحلوة جدا. اول حاجة هنعملها هنفتح الفراخ بتاعتنا عشان تشرب الخلطة الجميلة بتاعتنا. طبعا انتوا عارفين مين اللي بيزقزق ده مش دايما كل ما يسمع صوتي يفضل يزقزق. ودلوقتي هقطع الفراخ هوريكم هفتحها ازاي. هفتحها كده بسم الله الرحمن الرحيم عشان تشرب الخلطة وتبقى مشوية وجميلة جدا. النهاردة انا هشويها على الشواية الكهرباء، مش هشويها في الجريل زي كل مرة. لا انا قلت بقى ايه اشويها على الشواية بالكهرباء علشان تديني الطعم بتاع بره بالظبط، وهتبقى احلى كمان. هتفتحيها كده من عند الدبوس ده والفخذ كده بالطريقة الحلوة بتاعتنا دي. بسم الله الرحمن الرحيم. طول ما انتي واقفة في المطبخ اذكري الله وصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. شايفين المنظر الجميل بتاعنا ده؟ طبعا انا غسلاها كويس ونقعاها كمان بمية بملح بدقيق وبنشا علشان الزفارة. ودلوقتي انا خلصت اهو، هبتدي اعمل الخلطة بتاعتنا. ودلوقتي انا جبت الكبة بتاعتي، هبتدي احط بصلاية كبيرة. لو مش عندك بصل كبير يبقى بصلتين، وممكن بصلة حمراء وبصلة بيضة بتدي طعم برضو بيبقى جميل قوي. وهجيب جزراية وسط كده مش كبيرة، هقطعهم عشان تكون سهلة. وهجيب ليمونة هحطها بقشرها مش هقشرها.
وهجيب فلفل حار. هنا كان عندي نصين، فانا قلت ايه احطهم. وهجيب 2 حبة طماطم برضو هقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله، الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مش هكتر في الطماطم، هي عشان تديها طعم ولون. وهجيب الفلفل الرومي. كل ده بيدي نكهة للفراخ، بتبقى زي فراخ الحياتي بالظبط. وهجيب معلقة توم مفروم. انا عندي التوم فرموه وحطاه في الفريزر. هحط كده معلقة كبيرة. بعد كده هحط التوابل بتاعتنا. هحط معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، وهحط معلقة من الكمون، وهحط توم مفروم. هبقى اقول لكم على الطريقة بتاعته انا عاملاه ازاي. ده توم مجفف، بصوا فريش جميل جدا. هبقى اقول لكم الطريقة بتاعته ان شاء الله، هعمل لكم ليها فيديو. وهنا هحط معلقة كزبرة ناشفة، وهحط زيت، معلقة. مش هحط اي نوع زيت عندك، مش هكتر. وهحط خل ابيض بس يكون نوعه كويس، علشان يدي ريحة، ولو في زفارة ولا اي حاجة في الفراخ بيشيلها. كده تمام. دي الخلطة بتاعتنا بجد بتبقى جميلة جدا وحلوة جدا. وممكن تحطي نص معلقة كركم او معلقة صغيرة، مش عندك مش مشكلة. وهتحطي حبة مرقة دجاج واحدة بس. لو حابة تحطي حبة، مش حابة مش مشكلة، بس هي بتزود الطعم، بتبقى جميلة جدا. ودلوقتي هفرمها، بتبقى جميلة جدا وحلوة جدا بجد. الفراخ المشوية في البيت بتبقى جميلة، وبتبقى انتي عارفة طبعا نظافتها وكده، وبتبقى الصراحة ليها طعم وريحة مختلف. هفرمها تاني. الله بقى على الريحة والجمال، ايه الحلاوة دي! شايفين لونها وشكلها بجد تحفة. الريحة بقى بقولك بجد ما تحفة، ما تتوصفش بجد. جميلة جميلة. ابتدي انزلها على الفراخ بتاعتي، وهخلي يعني معلقتين كده علشان الخلطة بتاعت الرز الجميلة، الرز المبخر. وتدخلي كده في الفراخ من جوه كده. الجمال ده بجد تحفة. شايفين كمان لونها جميل ازاي وحلوة ازاي. ابتدي اخد ورك ورك كده، وابتدي اتبله.
الريحة بقى بجد يعني عايز تتاكل بالمعلقة، بجد جميلة اوي. هخلص كل الفراخ بتاعتي واسيبها تتبل وتاخد الطعم بتاع التتبيلة الجميلة دي، ونعمل مع بعض الرز المبهر بطريقة جميلة جدا وسهلة وزي المحلات. وممكن تعمليه برز مصري عادي، مش لازم تعمليه برز بسمتي، هتعمليه بالرز الابيض بتاعنا بجد تحفة اهو كده. تمام، شايفين الشكل بقى بجد عامل زي الوردة بقى. اسيبه بقى كده ويلا نعمل الرز المبهر، يلا بينا. ودلوقتي هحط معلقة زيت، وهحط معلقة سمنة. انا بحب اعمل الرز اي نوع رز بسمنة بلدي. وهحط ورق لوري، عود قرفة، وهحط كمان حبهان بيبة صيني، وهحط معلقة ثوم فريش بودر، ومعلقة كزبرة ناشفة، وهحط مكعبين مرقة. أهم حاجة المرقة بتدي طعم حلو جدا. طبعا أنا مهدية النار، وهحط ليمون مجفف. وأهم حاجة بقى في الرز المبهر الكركم، حلو جدا للمعدة ومفيد جدا في عملية الهضم. هشوحه وأدوب المرقة بتاعتي. كده تمام. كده أنا عملت التوابل بتاعتي، حطيت عود قرفة وكوبيبة صيني وليمون مجفف وكركم، وحطيت كزبرة وثوم فريش، وأبتدي أقلب كل الكلام ده مع بعضه، وأحط الملح بتاعي، هحط الكمون، هحط فلفل اسود، واقلب لغايه اما الرز يتشرب البهارات بتاعتي. لسه ما حطيتش الخلطه بتاعه الفراخ المشويه. وهنا هحط الخلطه بتاعه الفراخ. الله الله عليها، وهقلبها. اهم حاجه تكون مهديه النار عشان ما يلزقش منك.
وبعد كده هحط معيار المية. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تمام. هتاكلي احلى رز مبهر مع الفراخ المشوية بطريقة وصفات المطبخ. طريقة جميلة جدا وان شاء الله هتعجبكم. ويا ريت بقى تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ويا ريت تشجعونا بلايك وشير وسبسكرايب علشان نكبر ونبقى عيلة كبيرة ان شاء الله. ودلوقتي هعلي النار عليها وهغطيه، واول ما يخش في يغلي ابتدي ان انا اهدي النار واحط الشياطه بتاعه الرز علشان يتشرب براحته ويستوي براحته. يلا بينا نشوي الفراخ. ودلوقتي بجهز الشوايه. انا حطيت تحت كده في القعر حطيت فلفل وليمون وطماطم، وكمان هحط نعناع ناشف علشان بيدي ريحة ونكهة جميلة قوي في الشوي، وكمان يسحب اي زفارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط معيار المية بتاعتها. هي ليها معيار معين، اهم حاجة ما تقلليش المية هكذا. هي لغاية هنا كده تمام. واحط الجهاز بتاع الشوي طبعا بتاع الحرارة. كده تمام. واظبط التايمر. انا هعملها الاول هسيبها على 1، وبعد كده هحط الفيشة بتاعتها. ودلوقتي احط الشبكة بتاعتها. هي ليها يعني 3 مستويات بكده. ده المستوى الاولاني وده المستوى التاني. بتبقى قريبة شوية من النار او الحرارة. ودلوقتي اول ما تسخن معانا ابتدي احط الفراخ. لازم تكون الشبكة سخنة قوي معانا علشان الفراخ تاخد صدمة. دلوقتي ابتدت تسخن. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي احط الفراخ بتاعتنا. ودلوقتي ابتدت تسخن معايا. ابتدي احط الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله بجد شكلها جميل. طبعا ما تحطهاش من ناحية الجلد علشان ما تلزقش منك. واسيبها لغاية اما تبتدي تاخد لون وتستوي معايا. يعني بتقعد تقريبا 10 دقايق او ربع ساعة ان شاء الله. واحط كل فترة كده الخلطة بتاعتنا
الجميلة على الوش كده علشان تستوي معايا. مش هقلبها خالص دلوقتي لغاية ما احس انها ابتدت تستوي، ابتدي ان انا ارفعها كده. بسم الله. واشوف لا لسه شوية، ابتدي اقلبها على الناحية التانية. ودلوقتي هقلبها على الناحية التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الفراخ لما بتكون مليانة شوية بتاخد سوا. برضو هسقيها بالخلطة بتاعتها عشان تتغلغل كده جواها. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبها بقى تتشوي براحتها، وهرجع لكم تاني مع الرز المبهر والفراخ المشوية بطريقة الحاتي على قناتي وصفات المطبخ. ودلوقتي هقلبها على الناحية التانية. شايفين ما شاء الله، شايفين الجمال. الشواية دي تركي، كنت جايباها من تقريبا من 7 سنين او 8. نوعها حلو جدا ما شاء الله عليها، بجد جميلة. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. استخدامها سهل وتنظيفها كمان سهل جدا. هكتب لكم اسمها في صندوق الوصف ان شاء الله. الطريقة تعجبكم. يلا بينا نقدم الوصفة بتاعة النهاردة. يا رب تعجبكم، ويا ريت يا حبايبي تدعموني بالاشتراك واللايك والتعليق الجميل بتاعكم بيسعدني. واتمنى دايما نكون مع بعض وفي كل جديد ان شاء الله. يلا بينا نقدم الوجبة الجميلة بتاعة النهاردة. وجبة الفراخ المشوية مع الرز المبهر. وصفة جميلة وسهلة وعلى قد الإيد، وكمان نضيفة وحلوة أحسن من بره بطريقة جميلة وسهلة جدا. وكمان انتي عارفة بتتعمل ازاي وعارفة نظافتها. ودلوقتي هنقدم الرز. شايفين ايه الحلويات والحاجات الجميلة بتاعتنا دي؟ شايفين ما شاء الله، بجد ريحته تحفة. يلا نقدمه. هنجيب الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. بجد الريحة حلوة جدا. وهحطه في الطبق. الحاجات الحلوة دي بقى بجد حاجة تفتح النفس. ده رز بقى المبهر بتاع المحلات بتاع الحاتي. احط الفراخ المشوية بتاعت المطاعم بطريقة جميلة جدا وسهلة جدا، والريحة بجد تحفة. حاجة كده تفتح النفس، وكمان هتعجب أفراد الأسرة. ولو عندك عزومة هتشرفك. بجد حاجة جميلة جدا. جربوها إن شاء الله هتعجبكم.
وأتمنى وصفة النهاردة تعجبكم، سهلة وبسيطة على قناتي وصفات المطبخ. وأتمنى إن انتوا تشجعوني وتكتبوا لي الكومنتات الجميلة، وتصلوا على النبي في الكومنتات، وتقولوا لي ايه رأيكم في الفراخ والتتبيلة وكمان الرز المبهر. يا رب الوصفة تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.